لو سألنا الناس وقلنا لهم يا ترى ايه اللي معطلكم ومخليكم واقفين ومش عارفين تكملوا، يا ترى هيقولوا ايه؟ بصراحة مش عارفة. أنا فضلت فترة كبيرة قوي عندي مشكلة مع الموضوع ده، وعشان كده دورت كتير قوي لغاية ما وصلت لحل. تعالوا نشوف. أكتر حاجة بتعطلني إني دايما ببتدي في الحاجة ومش بكمل فيها. هي دي كانت أكبر مشكلة، لغاية ما فكرت إني لازم لما ابتدي في حاجة لازم أكون مختارها. لازم الحاجة دي أكون مختارها أنا بنفسي، ما يكونش حد مثلا بيقول لي إن الحاجة دي هتبقى مناسبة فابتدي فيها. لا، يكون اختيارك أنت للحاجة دي بنفسك أنت. هتقول لي طيب ما أنا بالفعل ببتدي في الحاجة اللي أنا أوريدي عايزة أعملها. بس أنت ممكن تكون بتبتدي الحاجة دي وأنت مش متأكد إنك هتوصل لحاجة، أو إن أنت يعني هتحقق الهدف اللي انت ابتديته ده. ودي مشكله. انا ممكن اكون ابتديت في التشانل دي قبل كده، وانا يمكن قلت لكم الكلام ده قبل كده برضه. بس ما كنتش بكمل. ممكن اكون ما كنتش مصدقه اني ممكن اوصل لحاجه، او حاسه ان اللي بقدمه ده ممكن ما يكونش هيفيد يعني اي حد وقتها. لكن يمكن دلوقتي اصراري وبدايتي كانت مختلفه، ان انا هبتدي اللي بعمله ده وانا متاكده انه اكيد هيفيد حد، حتى لو واحد بس. فاختلاف المايند سيت بتاعتك في بدايتك للشيء اكيد هيختلف. هتقول لي طيب ما انا بالفعل ببتدي في الحاجه اللي انا اوريدي عايزه اعملها. بس انت ممكن تكون بتبتدي الحاجه دي وانت مش متاكد انك هتوصل لحاجه، او ان انت يعني هتحقق الهدف اللي انت ابتديته ده. ودي مشكله. انا ممكن اكون ابتديت في التشانل دي قبل كده، وانا يمكن قلت لكم الكلام ده قبل كده برضه. بس ما كنتش بكمل. ممكن اكون ما كنتش مصدقه اني ممكن اوصل لحاجه، او حاسه ان اللي بقدمه ده ممكن ما يكونش هيفيد يعني اي حد وقتها. لكن يمكن دلوقتي اصراري وبدايتي كانت مختلفه، ان انا هبتدي اللي بعمله ده وانا متاكده انه اكيد هيفيد حد، حتى لو واحد بس. فاختلاف المايند سيت بتاعتك في بدايتك للشيء اكيد هيختلف. لو انت بقى عايز تبتدي وتتخلص من مشكله عدم الاستمراريه، تعمل ايه؟ اول حاجه ان انت تبتدي وما تبصش خالص للنتيجه. انا هعمل التشانل وابتدي انزل عليها فيديوز عشان دي الحاجه اللي انا قررت ان انا هعملها، عشان دي الحاجه اللي انا بحبها وبستمتع وانا بعملها. لكن مش عشان يكون عندي فولورز كتير، ولا عشان يجي لي فلوس كتير، ولا اي حاجه. دي حاجات هتحصل مع الوقت، بس لو انت بتعملها عشان مستني منها نتيجه بكره او بعده، صدقني الموضوع هيبقى صعب عليك، وبالتالي انت اصلا مش هتكمل، هتزهق. لانك هتكون يعني مستني حاجه معينه في وقت معين عشان ده اللي انت متخيله، فبالتالي هتيأس، صدقني مش هتكمل خالص. فابدأ وما تنتظرش النتيجة. كنت سمعت مقولة كده بتقول خليك بجد طماع في السعي، بس النتيجة دي سيبها مش بتاعتك. انت اعمل اللي بتحبه، وشوف الحاجات اللي انت اوريدي عايز تعملها ومقرر انك هتعملها، وما تبصش لأي نتيجة خالص. تمام؟ تاني حاجة، خليك واعي بالحاجات اللي انت هتعملها. يعني من المشاكل اللي بتقابلنا وبتخلينا نقف، انك مثلا بتبتدي في حاجه جديده لمجرد انك سمعت انها حلوه، بس انت مش عارف ابعادها، مش عارف هي صعبه في ايه ولا هي سهله في ايه. اكيد كل الناس اللي بيقولوا على الحاجه دي ان هي كويسه جدا او هتخليكم في حته تانيه، هم عدوا بحاجات كتير وما وصلوش بسهوله، بس هم ما بيحكوش الرحله، هم بيحكوا النتيجه اللي في الاخر. فانت بتاخد النتيجة، ما بتبصش تدخل وانت مش عارف عيبها ولا عارف التحديات بتاعتها، فبالتالي اول مطب بيجي قدامك انت بتقع لانك متخيل حاجه تانية. فخليك واعي باللي انت داخل فيه. قبل ما تبتدي حاجه دور فيها، اعرف ايه هي محتوياتها، اعرف ابعادها، ايه او مجهود بيسيبك من. لو في حاجه ده هيفرق معاك، اي حاجه تحصل لك مش مشكله، انا مكمل لان اللي جاي هيكون. تالت حاجه وهي انك لازم تقلل التوقعات. اغلبنا بيكون داخل على حاجه هو متوقع ان هو بكره هيوصل اللي هو عايزه، او هيوصل لحاجات يعني خياله بيوديه في حته بعيده قوي. عاده التوقعات بتودينا في داهيه. التوقعات بجد بتودينا في حتت احنا مش فاهمين هي دي ازاي تحصل اصلا،
بالتالي لما ما بتحصلش تتوقعات بقى في اهداف، في احلام، في علاقات، في اي حاجه، طول ما انت بتتوقع او يعني عندك هاي اكسبكتيشن كده، انت داخل على دماغك. فقلل التوقعات. عادي جدا ان يكون حد بيعمل اللي انت بتعمله بس هو يوصل قبلك او يوصل اسرع شويه، بس ده مش معناه انك مش هتوصل. لا، انت هتوصل، بس هتوصل في الوقت المناسب، الوقت اللي انت هتكون جاهز فيه. فاسعى وكمل وطور من نفسك دايما، بس ما يعني ما تبصش زي ما قلت لك برضه في النتيجه. كمل وقلل توقعاتك كده واهدى، والموضوع هيكون مختلف ولذيذ. رابع حاجه، حاول ان انت يكون عندك حافز. هو انت ابتديت ليه؟ ممكن تكون يعني ابتديت عشان مثلا في حد معين انت بتعزه جدا، كان شايف انك لما هتبتدي الحاجه دي هتكون فعلا مميز وهو هيكون فخور بيك، فانت بتعمل كده عشانه. قبل ده كله طبعا عشان نفسك. ممكن يكون الحافز انك شايف حد هو بالنسبه لك رول موديل وانت عايز تكون زيه عشان هو بيقدم حاجه كويسه وانت عايز تكون بتعمل ده. اوكي، ده الحافز بالنسبه لك. ممكن مثلا تكون دخلت شغل معين انت عايز تحقق فيه حاجات او نجاحات كتير علشان مثلا تجيب حاجه معينه ليك، فانت الحافز بالنسبه لك اللي هيخليك تكمل ان انت لا، انت لو وقفت مش هتعرف تجيب ده، فبالتالي هتكمل. فدايما خلي كده قدامك في حافز عشان كل ما تيجي تقع او تقف، لا تقول انا لازم اكمل. خامس حاجه وهي انك لازم تشجع نفسك. صدقني لو انت ما شجعتش نفسك مفيش حد هيشجعك، وانت هتقع لو فضلت مستني تشجيع من حد. دايما كل خطوه تحققها وتوصل فيها، يعني حاجه انت اوريدي كنت عايز تعملها حتى لو حاجه صغيره جدا. الانجاز مش لازم يكون حاجه واو، ممكن يكون الانجاز ده بالنسبه لك حصل بعد تعب كتير جدا. فكل خطوه تاخدها كافئ نفسك عليها علشان تقدر تكمل. اخر حاجه عايزه اقولها لك، صدقني انا قلت كده في الفيديو اللي فات برضه، السنه لو عدت عليك وانت كنت واقف وما عملتش فيها اي حاجه، هتقول يا ريتني كنت عملت. انا في السنه دي اكيد كنت حققت حاجه. قول لنفسك الوقت بيعدي، وانا كل ما ما باخر حلمي. كل مره انت عندك الحلم بس بتاخره، فليه تيجي دلوقتي؟ في غيرك ابتدى في نفس الطريق اللي انت عايز تبداه، بس هو بدأ وانت لسه واقف مكانك. فقول لنفسك دايما كده واستمر، شجع نفسك، الموضوع هيفرق معاك قوي. ما تنساش بقى تعمل لايك للفيديو لو عجبك، واعمل سبسكرايب لو لسه ما عملتش، واكتب لي كومنتس يعني حابب الفيديوهات الجايه تكون عن ايه بالظبط. وما تنساش تعمل شير على قد ما تقدر، يمكن في اي حد يستفيد. بس كده.